أنا متجوزة وبقالي 10 سنين حياتي ماشية طبيعية، وكنت مبسوطة أنا وجوزي وعيالي، مع إن جوزي كان على قده وعايشين بالعافية، بس بنقول الحمد لله. لحد ما في يوم جوزي مات، وللأسف ما سابليش حاجة قبل ما يموت، وعيالي أنا اللي بربيهم وبصرف عليهم، وما كانش عندي غير حتة أرض هي دي اللي فاتحة بيتي، كان أبويا سايبها لي أنا وأختي قبل ما يموت، يعني كل واحدة فينا ليها نص الأرض. بس المشكلة إن الأرض دي كانت في الصعيد، والمشوار كان بعيد عليا وما كنتش عارفة أهتم بيها، فقلت هسيبها للزمن، يمكن احتاج أبيعها في يوم. وللأسف اليوم ده جه لما ابني كان بيلعب مع أصحابه في الشارع، ولقيتهم جايبينه وبيقولوا إن في موتوسيكل خبطه وهما بيلعبوا وكسر له رجله، والواد يا عيني اتبهدل في الحادثة دي، وكنت محتاجة وقتها فلوس وما لقيتش غير أختي اللي أستلف منها. ولما كلمتها قالت لي إن الفلوس اللي معاها بتاعت جوزها وما تقدرش تتصرف فيها، لكن جوزها قال إنهم ممكن يشتروا نصيبي في الأرض، وطبعا هيشتريه برخص التراب. وافقت غصب عني وبعت لهم الأرض وعالجت ابني، واشتريت بباقي الفلوس ذهب وشيلته، وساعتها كان جرام الذهب رخيص جدا. وبعد سنين الذهب قيمته زادت وسعره رفع، والذهب اللي عندي قيمته بقت تساوي أكتر من 2 مليون جنيه. لا، وكمان عايزة تاخد نص الذهب اللي أنا اشتريته، وبتقول لي إنها ما استفادتش حاجة بالأرض ومش عارفة تبيعها، وإن جوزها عامل معاها مشاكل بسبب الموضوع ده وعايز يرجع فلوسه. وعرفت بعدها إن جوزها هيطلقها لو الفلوس ما رجعتش، وأنا رافضة أرجع الفلوس لأن ده رزق عيالي، وأنا دلوقتي مش عارفة أنقذ أختي من الطلاق ولا أخلي الفلوس وأعمل بيها أي مشروع لعيالي.